بصوا بقى لا تقولوا لي حلويات بلبن ولا اختراعات بلبن، تعالوا شوفوا بقى حلويات سهير. النهارده هنعمل تحلية رمضانية سهلة جدا وبسيطة بكريمة غنية كده ولذيذة طعمها في منتهى الجمال. وكمان هنعمل صوص اقتصادي، صوص شوكولاتة رهيب يا جماعة بثلاث مكونات بس. بصوا طبقات من السعادة واللذاذة غنية جدا وطعمها تحفة. شايفين الجمال؟ اعملوا لي لايك وشير للفيديو ده ويلا بينا ندخل على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أول حاجة معايا هنا 3 كوبايات من الحليب، أنا لسه ما شغّلتش النار، تمام كده. هاضيف 3 معالق كبار هرميين كده من الدقيق، وما تستغربوش يا جماعة الدقيق بيخلّي المهلبية كريمية كده وبيودّيها في حتّة تانية خالص، تمام. بعد كده ضِفت 4 معالق من السكر، والسكر على حسب رغبتِك، لو تقدري تزوّدي عن كده زوّدي براحتك. ضِفت معلقة كبيرة من النشا وبدأت أقلِّب على البارد، لسه ما شغّلتش النار لحد دلوقتي. وبعد كده شغّلت النار وإيدي ما تسيبش التقليب بمضرب كده لحد ما المهلبية تتقل معايا وبتبقبق وتعمل bubbles بالشكل ده. باضيف معلقة كبيرة من الزبدة وشوية من الفانيليا، تمام كده. لسه ما طفيتش النار لكن النار بتاعتي هادية. أبدأ بقى إيه أدوّب الزبدة دي زي ما أنتم شايفين بالشكل ده. بعد كده باطفّي النار وأضيف معلقتين كبار من الكريم شانتيه، بجد بقى بتنقل لي الكريمة دي في حتّة تالتة خالص، بتخلّيها تحفة جدًا. أفضل أقلّب فيها، أقلّب فيها وهي سخنة كده عادي، بس أنا طفيت النار. بُصّوا قوام الكريمة عامل إزاي، هاخد منها النُص كده بالتقريب، شايفين القوام؟ وبعد كده هاضيف معلقتين من النوتيلا، على فكرة النوتيلا دي بيتي أنا باعملها لولادي على طول، لو حابين الطريقة بتاعتها اكتبوا لي كده في الكومنتات وأنا هاعملها معاكم. تمام. ضفت معلقة كده وقلبت لقيت لسه اللون خفيف، ضفت المعلقة التانية وخلاص كده ضبطت الكريمة بتاعتي. معايا هنا كيكة كنت عاملة كيكة شوكولاتة وسبتها تبرد خالص وبعدين فرفتها بالشكل ده بشوكة تكون خشنة. وجبت الكوبايات دي بتتباع من عند أي حد كده بيبيع مستلزمات الحلوانية، أو عند اللي بيبيعوا الأطباق الفل والحاجات دي هتلاقوها موجودة. أو لو انت حابة تعمليها في بولات في كاسات في أطباق براحتك خالص، أو حتى في صينية واحدة. بدأت أحط في الكوبايات كده طبقة وبعد كده جبت الكريمة البيضة حطيتها في كيس حلواني وبدأت برضو أعمل طبقة بالشكل ده. بس الموضوع سهل خالص ومش هتاخد منك 10 دقايق. خلصت طبقة الكريمة البيضة بحط تاني من الكيكة. وتنفع جدا برضو ببسكوت، يعني ممكن تعملي بسكوت مطحون وتحطيه مكانه، بس أنا كان عندي الكيكة فاستخدمتها. تمام. حتى لو كيكة عندك قعدت كام يوم وحبيتي تستفادي منها تقدري تعملي الوصفة دي. بعد كده حطيت كريمة الشوكولاتة برضو في كيس حلواني وبدأت أنزل أعمل طبقات كده. وهكذا بقى هنبدل نعمل طبقة كيكة، طبقة كريمة بيضة، طبقة شوكولاتة، لحد ما نوصل للنهاية واحنا بنعمل الطبقات الجميلة دي. زي ما قلت لكم في الأول طبقات من السعادة، طعمها بجد يا جماعة في حتة تالتة خالص، عايزاكم تجربوها. آخر حاجة بقى هنا ضفتها هي كريمة الشوكولاتة من فوق بالشكل ده. بس كده سِبتهم بقى يستريّحوا. وهنعمل صوص الشوكولاتة عبارة عن إيه، ربع كوباية من الحليب المغلي ضِفت عليهم مكعبين شوكولاتة خام كبار ومعلقة صغيّرة من الزبدة، بس كده ودوّبتهم والحليب سُخن دابوا معايا على طول. باستنى عليه بقى شوية، باكون حطيت الكوبايات بتاعتي في التلاجة شوية. وبعد كده أول ما يبرد أبتدي أحطه على الكريمة من فوق. شايفين لونه عامل إزاي والّا اللمعة بتاعته يا جماعة خطيرة. هندخّله التلاجة بس إيه يتماسك شوية كده، يعني حاجة بسيطة. هو أنا بُصّوا على فكرة ما دخّلتهوش التلاجة فاشتغلت على طول، بس أنتِ دخّليه التلاجة عشان الصوص يمسك معاكِ. أنا ما دخّلتوش التلاجة، زيّنت بقى بالكريسبي دهبي بالشكل ده وكريسبي أحمر، وحطيت شوكولاتة بيضا عشان أكسر اللون. شايفين الشكل عامل إزاي؟ التزيين ده بقى طبعًا بتاعِك وبراحتك زي ما أنتِ حابة زيّنيه. المهم بس شايفين الجمال، شايفين اللذاذة. هي كمان لو دخلت التلاجة إحنا طبعًا على طول أنا مستعجلة فما دخّلتهاش أصلًا بعد الصوص وأكلناها على كده. حقيقي يا جماعة طبقات من السعادة واللذاذة خطيرة. شايفين الجمال؟ شايفين بقى الناس اللي بتحب الشوكولاتة كده زي حالاتي، قلبي الصغير لا يتحمل الجمال ده. اعملوا لي لايك وشير لو الفيديو عجبكم وبألف هنا وشفا وبس كده.